الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله تبيانا لكل شيء وهدى وذكرى لأولي الألباب، وأمرنا بالاعتصام به إذ هو حبله الذي أتبث الأسباب، وهدانا به إلى سبيل الهدى ومناهج الصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلام والحكمة وفصل الخطاب، شهادة قائمة دائمة إلى يوم الحساب. ربنا آتنا البيان والصواب والهمنا الحكمة والهدى والتوفيق وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فنصلي ونسلم على نبي الرحمة الذي أرسله الله للناس وأعلام الهدى دارسا ومناهج الدين طامسا، فصدع بالحق ونصر للخلق وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكان على ذلك وصبر حتى صارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أئمة هدى وقضاة عدل ومصابيح الضلال. ولمجلس علم ساعة خير عند الله من عبادة 60 سنة. الموضوع اللي نبغى نتكلموا فيه هو المحافظة على الهوية، المحافظة على الهوية الدينية والوطنية بالطبع، لكن المحافظة على الهوية الدينية كتحتاج منا لتبعات كتاب. هذه هي المهمة عندنا احنا. المحافظة على الهوية أن تبقى أنت ذاك المسلم، أن تبقى المسلم صاحب الدين. ما كنتكلمش عن التدين، أنا كنتكلم عن الدين باش نفرقوا. التدين حاجة وكنتكلم عن الدين. الدين كيشكل في الهرم الإسلامي 99% هو المعاملات، والتدين 1%. الحج الصلاة والعبادات كلها 1%. حيت هذاك عمل لازم ليك بالزمن خصك. اما اللي اهم حاجه اللي كبر منه هو الدين، لان القران الكريم دائما كيأكد عليه. يعقوب عليه السلام ملي بغى يموت قال لولادو ان الله اصطفى لكم الدين، اي الاستقامه السلوك. وفي الحديث اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، ماشي تدينه. يقدر يصلي ويصوم وكذا ويكون كذاب ونصاب وكذا، اذا ما كاين والو يخدع الناس بالصلاه. اذا الاصطفاء ديال اذا اتاكم الشاب اللي غيزوج بنتك خصك ترضى دينه. الدين ترتضيه، ماشي كتشوفه، ما كيتشافش. الدين كيخصو المعامله الصفا والمعاشره باش تعرف المخلوق شكون هو. الا ما سافرتي معاه وما تعاملتي معاه ما تعرفوش. اذا هنا كتعرف الدين ديال الراجل من هذه الجهه. شي واحد جا عند عمر بن الخطاب قال له فلان احق بالاماره ان يكون اميرا. قال لي وباش عرفتيه انت كتمدح ليا؟ قال لي ما ترك الصلاه في الصف الاول منذ 50 عام. قال لي عمرك تسافرتي معاه بالفلوس؟ قال لي لا. سافرتي معاه؟ قال لي لا. كانت عنده واحد العصا ويجبد معاه الظهر. ما ندوش حنا بالعربي، خلينا ندوي بالدارجه. اجبد معاه من هنا تلقص على الظهر، ما خلاه عوج. قال لي كيف تمدح لي رجلا أنت لم تستكشفه بالكاشفين بالدرهم والصفر؟ لأن السفر سمي سفر لأنه يسفر عن خبايا الرجال، يكشف عنها، ومن ثم قيل للكتب أسفار. سفر التكوين، سفر العهد الجديد والعهد القديم ديال العهد القديم ديال اليهود والعهد الجديد عيسى. قال لي علاش تمدح لي رجل أنت ما كتعرفوش، ما سافرتي معاه؟ مع العلم أن الإنسان دائما إذا كان معك عمرك ما تعرفه حتى يتحرك. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطرب. الشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، الغبر الذهب. والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه
وإن تغرب ذاك أزك الذهب. الإنسان إلا ما سافرتي معاش ما عمرك تعرفه. الحجاج ملي كيمشيو للحج، حيت إلا ما كانش الدين كان غير التدين، ما الحج ما عنده ما يدير لك. عندك صحاب الحج إلا جا من الحج زعما راه جا مالك، لا الحج ما عنده ما يدير لك. الحج غير إلا ديتي الذهب كطبعو، إلا كنتي أنت ذهب ملي كتمشي كتكاش كدير الطابع، ديتي الخشب ديتي كذا. علاش كيقول لك الحاج فلان ملي جا من الحج تفلس؟ هو راه كان مفلس مشى يقاليزي، راه مشلس راه كذا. ودوك اللي كيغنيو كيقولوا ملي حجيتي عاد كزيتي، عاد كيكرم، كيكون شويه كريم، ولكن كيمشي طبع كيكرم كيولي حاجه اخرى. اذا حنا كنغتروا بهذا الحج مزيان. النور ملي كيكون الانسان هو اصله ذهب. اي حاجه العباده، اي حاجه دار الانسان ملي كيكون هو انسان مزيان عاد كتزيد تبني بحال الساس. هو عنده اللي عنده الاساس كيطلع غير كيبني ويمشي بالزربات، واللي ما عندوش الاساس غير الواجهه ديما مصيد، غير تبدا معاه تعامل معاه تعرفوا ما كاينش. كنرجعوا حنا الامر المهم هو الدين. الدين هو المعاملات، والقران الكريم 99% كيتكلم لنا عن الدين. هو القران المنظور اللي كيتشاف، وكيتكلم 1% عن التدين. القران المسطور، الذكر والعبادات كلها هذا كيتسمى القران المسطور. اما القران المنظور هو اللي كيتشاف، كتكون انت قران كتمشي بين الناس. ولما سئلت السيده عائشه على النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته، قالت لهم كان قرانا يمشي في الناس، قران غادي. اذا حنا لو بغيتي القران كيمشي على رجليه كتمشي تشوف بزاف الناس كتاثر بهم، كتقول هذا قران يمشي، ماشي ضروري يقرا ولا يكثر. حتى القران من سيدي ربي اش قال لنا؟ قال فقرأوا ما تيسر من القران. ولكن ملي جا التفكر والتدبر اللي هو كيدفعنا للدين، قال افليتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. افليتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. علاش تكلم؟ قال لك هذوك الناس اللي كيقراو القران وما تدبروش، هو كيخرج من فمه حاجه والعمل ديالو حاجه اخرى. هذه المصيبه. دخلت امراه على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكتعرفوا الحجاج معروف بالبطش وكذا، فاعطاها دور معها وتهلا فيها وبغى يختبر الولاء ديالها. قال لها ماذا تقولين في عبد الملك بن مروان في امير المؤمنين؟ قالت وماذا اقول في رجل انت خاطئه من خطاياه. لو ان الله لم يحاسب عبد الملك الا على توليتك العراق لادخله جهنم. وفي مجلس الحجاج منافقون، واحد قال ايها الامير اقطع يدها ورجليها، والاخر قال لي اقطع لسانها. علاش دوي؟ ما خفتش منهم، نظرت اليهم وقالت عليكم لعنه الله. ثم قالت الحجاج والله لجلساء فرعون خير من جلسائه. ولما؟ لما جاءهم موسى عليه السلام قالوا لفرعون ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين. ملي جا موسى وطغى ما قالش لي وقف عليه رجليه، ولا قال ليه صيفطوا جيب ناس نتناظروا معاه نديروا معاه مناظره. فضحك الحجاج وعفى عنها. امراه لو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس بعيب ولا التذكير بفخر للهلال. ها هو الهلال مذكر ولكن ما يدير والو، والشمس مضويه. اذا حنا اللي كنرجعوا له هو الدين. اذا الدين باش كنبداو؟ حنا الا ما عرفناش هذا القران اللي نزل علينا، هذا القران اللي كنتكلموا عليه حنا ما عارفينوش عباد الله. ما كنتكلمش عليكم انتم، كنتكلم على الناس اللي كيقراو ويعلموا، ما عارفينش القران كيقراو، ولكن التدبر ديالو فين كاين؟ قريش كل ما عدهم الله تعالى وتقاتلوا باش يجمعوا اللسان العربي، ما القران ما يعرفوش، لان قريش هما عجم ماشي عرب. هذا ما باش تعرفوا. قريش كانوا العرب كيسبوهم لانه ما عندهمش اللسان العربي عيان، ولكن كيحترموهم من حيث الحرم، عندهم الكعبه هادشي، لكن من حيث اللسان ما عندهمش. اش داروا قريش؟ بحال الله تعالى كيعدوا ما باقي ما عارفينش غيكون فيهم نبي. هذه قبل الاسلام ب 200 عام، جوج القرون. ملي الناس كيعيبوا عليهم انكم نتوما اللسان العربي عندكم عيان، اللسان ماشي اللغه، اللسان حاجه واللغه حاجه اخرى. ملي كنقول اللسان العربي ما عنده علاقه باللغه العربيه، باش تفهموا، حيت القران الكريم هو ماشي باللغه العربيه ابدا، وعمره ما كان. القران الكريم باللسان العربي.
والعربية باعتبارها لغة هي الجانب القواعدي الصرف والنحو. أما العربية باعتبارها لسان هو الجانب الأدبي التواصل الكوميونيكاسيون باش تواصل. وسيدي النبي قال وهذا لسان عربي مبين، مابقاش لغة عربية. هاد اللغة حاجة واللسان حاجة أخرى. اللغة جاية من اللغو، ولذلك غنوقفوا هنا شوية باش نقولوا هاد اللغو ونرجعوا. اللغو هو اللي كنقول لكم الليل غير بالغاه. عندنا الألفاظ ديال كل واحد كيدوي 4. دابا اللي أي ناس كيدويو تحطهم في 4 الحوايج، إما اللغو وإما كلام أو منطق أو بيان. فالإنسان اللي كان كنقول لكم الليل غير بالغاه عسير ما كتفهمش اش قالوا. إلا ارتقى الإنسان من حيث المستوى الاجتماعي كيوصل الكلام، كنقول فلان بعدا راه كيتكلم. إلا طلع شوية كيوصل المنطق، والمنطق عين العقل، كيتكلم كلام يقبلوا العقل. إلا ارتقى أكثر كيوصل للبيان. سيدي ربي ملي خلق الإنسان ما قالش علمه المنطق كما كيقولوا البعض، لا علمه البيان. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه أحسن تعليم. ملي قال سيدي ربي لسليمان غادا تسمع الحيوان كيتكلموا من الجمل حتى النمل، وسليمان فرح غادي يبدا يسمع شي كائنات غريبه علينا ممكن كتعايرنا كتسبنا وما كنعرفوش. مشى يجري لغدا على الصباح، مشى حدا الجمال والبغال والحمير والخيل. بلا ما تقول الحمار حاشاك، راه كلام خيوان. كيقول لك الحمار حاشاك هذا لا غلط. اش الجمال اش كيقول صاحبه؟ كيقول ليه التبن ديال البارح احسن من ديال اليوم، البارح كلنا مزيان اليوم كاين ما يدار. هاد المفلسين ما عطاونا والو. مشى عند البغال تا هو كيلقى كيدوي على كرشو، عند الحمار تا هو كيدوي على الشعير، العود تا هو كيدوي على الزرع. وفين ما شتي شي واحد في شي زرده كيدوي على البسطه الا ما طايباش حطوه مع هادو اللي قلنا دابا. فين ما شتي شي واحد الا كنتي في شي مناسبه شوف اشنو تقال اشنو تقال ماشي اشنو تكال. واحد المعلومه سمعناها اليوم كذا، ماشي البسطينه ما طايباش اليوم، هذاك التريتو اللي جبتو ماشي هو هذاك، ماشي بحال اللي جابت فلانه. اذا هادو حطوا مع البغال والبهايم وداك الشيء ما كاين. حيت الكرش اللي دخل لها يخرج. سليمان عليه السلام اللي يسمع هاد البغال كيدوي هو يبعد منهم. فين مشى؟ مشى كيسمع الخروف. لان كل ما صغرت الحاجه كتكون ذكيه. ملي وصل تسمع الغنم فالحوليش كيقول الخروف كيقول له جلس انت خلي خوك يجلس ما تشدش جوج بلايص ما مزيانش. قال هادو كيتكلموا هذا كلام. فدفعه الفضول ان يسمع الطير، لان كل ما صغر الحجم قوي العزم، كل ما الحاجه صغرت كتكون ذكيه. شي واحد قصير دابا لا كان اما يكون داهيه مفلس ولا يكون ذكي، اما في طحرميات بزاف وفين ما شتي شي طويل معذب راه معذب واحد قصير مسخرو ديما كتلقاه يجري مالو داك القصير وكتفرجوا في طومو الجيري. راك عارفين الفار ديما كيجري على المش والقنفوت ديما كيضحك على الديب. ديما القصير حظي منه راه عنده ما الا كان مفلس راه طحرميات فيه ما تقدرش تلعب معاه. كان مزيان راه يعطيك شي فكره مزيانه. طويل لا طويل ما تديش عليه، يقدر يعفط يضرب القصير يصرخو، ولكن الاخر لاعب عليه ينتقم منه بالتي احسن. فسليمان ملي مشى عند الطيور واش لقى الفرخ كيقول لخو كيقول شتي هذيك القبيله كون داروا فلان عليهم يعرف كيفاش يقاد الناس وبعقله. ويقول سليمان يا ايها الناس علمنا منطق الطير. ما صبرش قال له سيدي ربي مالك زربتي كاين اكثر. قال لي كاين صغر نزل كل ما صغرتي غيبان لك الحاجه ذكيه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله. شوف النمله اش قالت بعدا. النمله تكلمت ب 13 حكمه بيانيه. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ريبت لسليمان الحفله كامله، لان سليمان قبل قال علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء، زعما ما خلاش. فسيدي ربي صيفط لي هذه النمله قالت لهم يا شوف الكلام، حيت الكائنات الاخرى الله عطاه واحد الالهام احسن منا حنا البشر. حنا بنادم كرمنا الله ولكن جاهلين. بنادم ان البشر ان شبعوا فجروا وان جاعوا كفروا. انسان خلق هلوعا. الكائنات الاخرى لا. النمله قالت يا ايها النمل. من سمعت الزلزال جاي سليمان عنده 120 كيلومتر ديال الجنود طول وعرض، الجيش والجن والانس. فملي قال الله وحشر جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، هذه النقطه بعد هذا كيتسمى التكتيك العسكري. اي دوله كتحكم الكره الارضيه اليوم بحال لي زاميريكان اليوم عندهم المارينز
اللي كيحكم اللي عنده البحر حامل الطائرات والغواصات وكذا هو اللي كيحكم الارض اليوم. اللي شاد الماء شاد كل شيء. فالله تعالى ملي بغى يتكلم على العسكر ديال سليمان بدا بالماء، وحشي سليمان جنوده من الجن هالمارينز الماء، والانس المشاة، والطير الجو ترتيب. فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل. دابا حنا كون كان شي زلزال جاي شي حاجه الله يحفظ اش كيديروا الناس؟ كيقولوا اهرب شي عفط على شي كيقتلوا الناس بعضهم ما بزحام. وفي الحج نفس الشيء، الناس راه الحج ما واقع والو كيموتوا بزحام حيت ما كاينش حسن التوجيه. ملي تخرجوا عندك الا وقع شي مشكل هالباب ما كيقول لك حتى واحد شي حاجه. النمله قالت يا ايها النمل نادتهم بالاسماء. حنا كيقولوا علق وشي يعفط على شي. ادخلوا مساكنكم وجهتهم فين يمشيو لا يحطمنكم سليمان. والتحطيم كيجي في حق النمله لان النمل مخلوق من معدن زجاجي. تحطيم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وما قالش وهم لا يحسون، حيت الاحساس سهل. الشعور احنا ما كنديروش بحال هذا الكلام. الشعور الا قلتي فلان لا يشعر كتضربوا في المعنويات زعما ما فاهمش عدوي. اما اذا يحس الا مسيتي وما ما حس بك. اما الشعور خطير كتضربوا في المعنويات كتريبوا. فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان قال البارح انا قلت علمنا وما عندي راسي ايش درت؟ هذه نمله صغيره شوف ما كتبانش عندها الذكاء احسن مني انا اللي نبي ورسول. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. حيت شحال ما كيعمل صالح ما كيرضاش الله، كيرضاه هو. العربيه ديالنا كيقول كون صقع عجبو ريو. تقول لي هك ويقول هك هو تيمشي. شي واحد كان كيكحلها امه كتقول له وليدي راه غتمشي للحبس، كيقول لها خليني نعوم في بحري. وليدي دوز طريق غتمشي للحبس. واحد النهار تشد عطاو 5 سنين، هي تمشي طلعت عليه في الحبس. قالت له وليدي درع في ذاك البحر اللي قلت عوم في بحرك دابا يلاه بقى هنا. حيت اللي كيدير ريو كيكحلها. ديما البنات خصو يتشاور. لا ما خاب من استخار وما ندم من استشار. نرجعوا مره اخرى كنقولوا على ان اللفظ ديال اي انسان كاين اللغو والكلام والمنطق والبيان. اش بغى يقولوا هنا؟ بغى يقول لك زعما الكلمه اللي بغات تقولها وزنها، حيت الكلمه اللي خرجت كتولي كتملكك، ولا شديتيها انت مالكها. اي كلمه قلتيها وليتي مملوك ديالها. اي من النهار اللي تخرجها مشيتي ساكت راه ما قال لك حد. اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. السكوت الصمت يعني من اعلى الامور خص الانسان يعرفه. القرآن الكريم اللي حنا كنتكلموا عليه هو علاش قالوا لي القرآن؟ حيت جا من القرع، لأن الكتب اللي قبل ما كانش اسمها قرآن. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن علاش اسمهم أسماء أخرى؟ التوراة نزلت باللغة الآرامية الشرقية تاع اليهود اللي كيسميو الناس العبرية. هاد العبرية غير فعل ماشي اسم. يعني اليهود لما عبروا الفرات الى مصر المصريون اطلقوا عليهم العبريون، فغلب الفعل على الاسم. ما بقاوش كيقولوا الاراميه كيقولوا العبريه للعبور. كيغلطوا الاكاديميين الجامعه عليهم كيغلطوا اللغه العبريه. العبريه ماشي لغه غير فعل، اسمها اللغه الاراميه الشرقيه. اما الاراميه الغربيه ديال اذربيجان. فالقران هاد الكتب الاخرى كيتكلموا على جوج الحوايج، على الحاضر والمستقبل. ملي جا القران زاد رقم 3 هو الماضي. ملي جا الماضي ولا كنقولوا ليه القران من القرء، والقرء هو الجمع. الكلمه العربيه مكونه من اسم وفعل وحرف. اش كتقول صاحبك؟ اقرا يعني جمع. كلمه القرء لا تصلح الا الامور 3. اذا كانوا غير جوج كنقولوا الف. شي واحد نظف حاجه لحالها كنقولوا الف. اذا لقيتي جوج ناس صالحين كنقول الفت. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت. جوج الناس جوج. المؤلف اللي كنقولوا مؤلف علاش؟ حيت كيضيف الحبر للورق الف. اما الا ولاو 3 كنقولوا جمع. فالقران اللي يتكلم على 3 الحوايج الماضي والحاضر والمستقبل قيل له قران، يعني بصيغه المبالغه جمعان، جاي من القرء. هذا القران من نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قريش كانوا استعدوا. اش داروا؟ ملي عايروهم العرب في الجاهليه قبل قالوا لهم انتم العرب اللسان ديالكم ميت عيان. هادشي اللي بغينا نقولوا. ندموا وبقى فيهم الحال ما رضاوش. قالوا غادي نصيفطوا هذه جوج طرق باش نجمعوا اللسان العربي. الاولى
كان الصوت بداو كيصيفطوا وليداتهم يرضعوا في البوادي. الدري يلاه كيتزاد خصو يصيفطوا باش يسمع اللسان العربي، حيت اللسان ما يتكتب ما يتسمع ما يتقرا، كيتسمع. ولدك الا بغيتي يعرف شي لغه دوي بها انت في الدار، الا بغيتي يعرف العربيه دوي بها. حنا ما كندويش بها، ما عمرنا نعرفوا القران. قريش صيفطوا ولادهم، هذه الخطوه الاولى. والخطوه الثانيه اسسوا سوق عكاظ بعيد من مكه ب 180 كيلومتر، تما كيختبروا الشعراء. عكاظ ماشي ديال الشعر، هذه اللي كيدوزوا الامتحان، حتى كيدخل الحج غادي يبداو يبيعوا الشعر. الدري الصغير كيبدا يسمع الكلام صحيح. حنا دابا علاش العربيه ما عمرنا نتعلموها؟ الدري ملي كيتزاد الماء كتقول ليه بوا، والخبز بابا، واللحم شيشه، وديدي، وطحطح، هذا كلام ديال الجنون ماشي ديال بنادم. الدري ملي كيفوت 3 سنين الضحكه عندك كتوصل للخريوله. الدري ملي كيكبر كيولي يسمع الماء ويسمع الخبز، كيقول واش هذاك الشيء اللي سمعت، ولا كيكبر مزفت، كيتوضر، تاكل وما يشبع، تسخر وما يسمع. علاش؟ لان خربقتي ليه الميموار الداخلي. خصو يسمع الماء من الاول ويسمع الكلام قالوا ليه صحيح من الاول باش يسمع اللسان العربي. واللي يسمع اللسان العربي كيفهم القران اش بغى يقول. هذه من اهم الامور اللي خصنا نعرفوها. اذا القران الكريم ملي قريش نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام جاهم غريب، لان جاء رجل امي ببلاغه ازليه تكيف ويخفى على اذهان البشر. هذا القران اذا فهمناه كل نهار كيجيب حاجه جديده، اذا بدينا كنفهموه عادي. هو في الاول هذا النيت كان بحال ديال مالين دو هذوك ديال الصواق، كيقول لي بوب خاوي بوب عامر. لا والو كان هذا نرجع للقرآن الكريم. قلنا أن القرآن بينزل على أمة أمية، أول كلمة قالت أشنو هي؟ اقرأ. لأن جا الدواء حيت المرض، أي مرض خصو الدواء ديالو. شي مرة كنت كنقري في الخليج وفي رجال الأعمال، ويدخل واحد السيد حاسب براسو شوية، هو يسولني منين هذا، ويقول لي واحد السيد ما كنعرفوش هذا، قال لي هذا من الناس من العلماء ديال المغرب. قال لي منين؟ في لسانه شويه صغير. قال لي منين؟ قلت له من كازابلانكا من الدار البيضاء. قال لي على كازا كتخرج العلماء؟ قلت له ابو جهل خرج من مكه ويرجع هذه الساعه، فهو انت الذي كفر. باش جا باش ضاع. قال لي يا ولدو عبرت يعني، قال لي ديما هو ما كيخرجوا من ابو لهب وابو جهل وهذا، اش العلماء ما كيخرجوا من عندنا. وهذا من باب الاحتقار ديال الناس اللي كيبغيو. القرآن هو أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفم، بل القرآن أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدم. فقدس القرآن واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. يا طالب القرآن لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. واجهد بعزم قوي الامتناء له، لو يعلم المرء فضل القرآن لم ينم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. القرآن إلا بغينا نعرفو خصنا نحترمو الوقت ديالو في الدار ديالك. وليداتك أول ما يسمعوا خصهم يسمعوا كلام الله القرآن. والدول العربية اليوم مشكلتنا حنا حاجة اللي كنحشموا منها. العربية اللغة العربية كلسان ولينا كنحشموا ندورو فيها ما تقدرش. دابا كنتي في الدار وسمعتي مني انا اللي تقصدي بالعربيه ومشيتي للدار، تقدر تمشي عند المراه تقول لها يا فلانه اين الطعام؟ تقول هذا وكيله فوق الصبر صافي الوراق هذا ديالي، ما تقدرش كتحشم. اذا الافارقه الان في جافا كيدوي بالعربيه، كيدوي معنا باللسان العربي. كنبقاو نشوفوا في السعوديه ولا كنا كنقراو كنقول لك العلماء ما كنقولش ناس عاديين اللي بغا يدير محاضره يلقاها بالعربي. علاش هما كيبانو كيبغيو يتحداو الناس؟ اللي غادي يتكلم باللسان العربي ولا يسكت، كلهم كيما كلهم. حتى هو كيدوي بالعاميه، ما يقدرش يكمل باللسان العربي ماشي باللغه، باللسان
عباد الله اللغه حاجه اخرى، غادي تجرونا حتى للقنطره. اللغه ما عندها علاقه باللسان، اللغه هي علوم الاله، الجار والمجرور والصرف وكذا وهذا، ذاك العالم اللي مفهوم العلماء. علم اللغه ما بان حتى القرن الاول بعد النبي صلى الله عليه وسلم 81 عام عاد بان علم اللغه. اللي بداو الناس كيغلطوا، بنت ابو الاسود الدؤلي دخلت على باها، هذا تابعي صاحب علي بن ابي طالب، وقالت لي كان صاد بحال، قالت لي ما اشد الحر. قال لها يوم هذا يا بني، هذا النهار ديالو. قالت لي انا قصدت التعجب ما قصدت الاستفهام، انا ما قصدتش التعجب، انا قصدت. قال لي ما دام انك تعجبي قولي ما اشد الحر، ماشي ما اشد الحر. بحال سولاتو باش رد عليها. ابو الاسود الدؤلي اسمع كذا ماشي خلاها ودوزها، لا مشى يجري عند الامام علي رضي الله عنه الصحابه. فمن مشى عنده قال يا امام ادركنا. قال شنو كاين؟ قال لي ولاد اللحم كيدخل لولادنا. قال اش كاين؟ ملي قص عليه القصه قال لها بنتي قالت كذا. قال لي اذا ضع الاسم والفعل والحرف وانحو نحو هذا النحو يا ابا الاسود، ومن ثم سمي النحو نحوا. هذا هو السبب علاش النحو اسمه نحو. اول من افادنا النحو علي سببه خلف حكاه الدؤلي عن بنته التي نوت تعجب فاستفهمت برفع فعلها ابى، فقال قولي ما اشد الحر بالنصب في الدال الثقيل والراء. فقام يمشي للامام مسرعا يخشى لسان العرب ان ينقطع، فقال اعلي ادرك الامم ان يدخل اللحن الرومي والعجم باستفهام ابنة فتنت فاعلما والنحن في ابنائنا من الفتن. فقال اجعل لكل شيء قاعده ونحو على ذا النحو كي يستفاد ويستقيم النطق من ذي الهفوة، ومن هنا سمي النحو نحوا. من هنا تعرف النحو باش هذا غير علم. اما العلم اللسان الناس كانوا كيعرفوا العربيه يعني لا ما يحتاجوا، ما كان لا قواعد لا والو، ما كيغلطوش. القواعد علاش داروا العربيه؟ لان ملي السقف ديال اللسان طاح جاو القواعد باش يردوه لبلاصتو. علاش كنقول علم القواعد؟ القواعد باش يرد السقف لبلاصتو طاح وداو القواعد. اما كاين اللي كيتكلم بالعربيه ما يحتاجش يرجع لشي قاعده ولا عامل هذه كيعرف ساهل الامور. ولا عرفنا اللسان العربي كنفهموا القران اش بغا يقول لنا، لان القران الا فهمناه وبدينا كنتفكروا فيه هو ان اوجز كان كافيا، وان بين كان شافيا، وان اشار كان وافيا، وان اكثر كان مذكرا، وان وعظ كان مؤثرا. لا يمله قارئه إذا استرسل ولا يمله سامعه إذا تأمل، فهو من حيث بلاغته حلو إذا تذوقته العقول، بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين وروح قلوب المؤمنين. نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين. تعجل إذا مزيان عامل جيتي مزيان. دابا كاين اللي كتسخروا إذا كان فايق كتسخروا، إذا ما جابش داكشي اللي قلت لي كيفكر من عنده ويجي كيقول راه غادي. وكاين الصقاع اللي تسخروا وتصيفط مع واحد حاضر ما يجي لا هو لا الاخر، قال تلف بحال ندير الضرب يقول لي تعالوا هاتوا لكم ناقص كاع من سخرتكم. السخره حتى فيها الصقاع والبار لا انت بار انت جيتي مثلا عامل جيتي مزيان. نرجع للقرآن مرة أخرى. القرآن الكريم إذا قريتي فيه شوية وفهمتيه اش بغا يقول لك. أنتم أمة محمد، حنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. واش عرفتوا أنتم مشكون؟ أنتم العالم كله كيخاف منكم لأن عندكم سمية ديال أمة محمد. تعرفوها مزيان. يهابكم ويخاف منكم العالم كامل لأن بحال هذا الشهادة أنت ما عندك والو، أنت كتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شتي ملي كنقول انت ملي البنت كتكون غاده ما لابسه والو وكتقول اشهد ان لا اله الا الله هي كاع مالك كيخافوا منها، لان العقيده اللي داخل اشنا هي راها كتخلع العالم كلمه اشهد ان لا اله الا الله. قال لك وصلت بالرعب والرعب مسيره شهر. راه عندك لا اله الا الله لو وضعت في كفه وضعت الذنوب ديال البشر كله في كفه، هذيك لا اله الا الله كتنزل كل شيء. من مات من كان اخر كلمه لا اله الا الله دخل الجنه. اخر كلامه اذا ما مات قالها ما كاينش واحد اللي يحبسه يقول ما يدخلش الجنه. اذا ختم عليه الله بهذه انا لا اله الا الله عباد الله كبيره. الله تعالى فضلنا بافضل الملائكه هو جبريل.
وجاب معاه أفضل الكتب هو القرآن، وعلى خير الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي خير أمة هي أمته، وفي خير شهر هو رمضان، وفي خير ليلة القدر. كل شيء هذا الشيء راه واحد الأفضلية عندكم انتم ما حاسينش بها. دوما انتم راه معاكم شي حاجة، ولكن الناس راه العالم من حولكم كيقول لك مسلم. وكلمة المسلم فيها بزاف، فيها دعوة الله تعالى، لأن ملي كتكون انت مسلم أنك سليم ومسالم. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي دخل المدينة المنورة أول حاجة قالها شنو هي؟ أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام. إفشاء السلام أشنو؟ هو نشر السلم والسلام بين الناس. أفشوا ماشي غادي تسلم عادي يزبق في الفيروج تسلم على اليمين وعلى اليسار يقول هذا مصرفق. لا، المعنى أنك ملي كتمشي كتنشر السلام، يعني كيعرفوا بأنك أنت ملي كتلاقى معاهم راه إنسان مسالم وغادي يشوف منك غير الخير، ما كاينش الشر. والمسلمون من اليمن نشروا الإسلام في شرق آسيا 200 مليون 300 مليون كان في شرق آسيا. شكون سبب الإسلام ديالها؟ المسلمين بالتجارة. ما كان لا كيقول لهم صلي ولا الله كاين الفوق ولا والو، كانوا كيعبدوا الأصنام وما عندهم دين، كانوا بحال الهندوس. مشاو المسلمين كيتعاملوا معهم بالدين، الدين هو المعاملات. كيقول لي الكلمة كيجي، إذا عاهد وفى وإذا اؤتمن لم يخن وإذا حدث لم يكذب. قال لي شكون اللي علمكم هذا الشيء؟ انتم جيتوا من الجزيرة العربية شكون اللي علمكم؟ حنا كنا كنعرفوا عليكم الحروب وعبادة الأصنام. قال لي واحد الدين واحد الرسول خرج من عندنا كيأمرنا بحسن الجوار وعدم الظلم وكذا. قال حنا بغينا هذا الدين ندخلوا ليه دابا، هذه التجارة. حنا ما خصناش نكونوا سفراء ديال الغرب يوليو يقولوا العرب هادو اي لطيف. لا، خص الغرب يشوفونا يفرحوا، لان انت فيك السلم والسلام، تكون سفير ديال بلادك في كل شيء، في الامن والامان. الكلمه الطيبه صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ ملي كان غادي مسافر، قال له خالق الناس بخلق حسن في السفر، اتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. السفر الانسان يقدر يدير بزاف د الحوايج، ولكن الى كان اللسان ديالو طيب ما تسمع منه هذه الكلمه الطيبه، الناس كيقولوا ملي هاد الناس هادو المسلمين. اذا كيولي الفعل ديالو كيطابق اللي كينتمي ليه هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. هادشي اللي بغينا نعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي اعطى صكوك الغفران قبل ما تعطيه المسيحيه، اضمنوا ستا من انفسكم واضمن لكم الجنه. عطانا اللي غيضمن الجنه، ماشي بالحج وماشي بالصلاه وماشي بكذا، هذيك واجب عليك. قال صدقوا اذا حدثتم، الصدق هو اللي توضر عندنا اليوم. وادوا اذا اؤتمنتم، الامانه فهي الا من رحم الله. واوفوا اذا عاهدتم فهي في الفات. وكفوا ايديكم على ديال عباد الله، نتقل على هذا. وغضوا ابصاركم، احنا وصلنا على العيالات ماشي لا. غضوا ابصاركم هذا علاقه بالنيل، لا. غضوا ابصاركم على ديال الناس، هذا منين اشترى، هذا منين جاب، نعقل عليه اللي جا عريان ما عنده والو، منين جاب هذا الشيء. هذا هو اللي كاين. دابا الانسان اذا بغى يسول راسو واش فيه الحسد ولا لا، كل واحد يسول راسو من عندنا حنا، ما تسول حتى واحد. ياك القلب اذا بغيت تعرف واش قلبك ما فيهش الحسد. الا شتي شي واحد صاحبك كان ما عندوش مقطع، واحد شفتي راكب على واحد البنت لي وشي فيلا، فجأة واحد الشهر بان لك واحد اخر، اول حاجه كتبادر للدين ديالك هي اللي خصك تحكم بها. الا قلتي تبارك الله الله يزيده وجاب هذا الخير وكذا، عرف راسك القلب سليم. الا قلتي في خاطرك تقول الحرام منين جابك؟ العقل منين جا دار مع الدول وها عريان مين واقيلا كيدير، عرف راسك الداخل ديالك راه ما هوش. وكتقول لي كتعنق وتقول لي كي والله الا فرحنا لك وداخل كيقول ولد الحرام. اتلاف تقول لي ما تنعش هذيك الليله انت في هذا الغداء، علاش هو لا والتلا. هذه كل واحد كيسول راسو. اللي شتي كيفرح الانسان اللي عنده شي نعمه وفرحتي ليه، عرف القلب ديالك. الا شتي شويه راه فيك شويه. والجنه كيدخلوا لها جوج الناس ماشي ثلاثه، سلامه القلب وسخاء اليد. سيدي قال الا من اتى الله بقلب سليم ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ما كاينش من غيرها. الجنه كيدخلوا هاد الناس مع بالطبع ان بالتوحيد وكلمات انه بالصلاه، ولكن الجنه كيدخلوا لها هاد الناس. الكريم حبيب الله،
والمغاربه كتعرفوا المغاربه كيكرموا فيهم الكرم، يجي عندهم الانسان معروفين بهذه الاوصاف الحميده ديال الكرم. حتى شي مره هذه واقعيه، شي واحد السيد من الناس ديال الصحراوه بغى يزوج ولده يعرض وهو يعرض وشي ما قايلش، وهذا الدويره فيها الشوسي فيها واحد السطيح ما كاين، والناس هما جايين من كل جهه، ولاو الناس جايين عمر الاكام، عمر ريت الشوسي، عمر السطح، وباقي الخط ديال بنادم جاي، حيت ولده يعرض ما قالش ليه، والبو كيعرض، ويجي هو عند با قال لي الوالد نسدوا الباب، قال لك تسد فمك، خلي الباب محلول، يبقى في الزنقه. حيت هذه معروفه بالمغاربه بالكرم. اذا الكريم حبيب الله. وحنا عندنا جوج الناس، عندنا الكريم والكارم. كاين الكريم وكاين الكارم. الكريم اللي كيشوف الناس جايين عنده كيولي فرحان كيمشي حيان، والكارم لا، اللي الناس كيبداو يجيو على غلبوني باش يجيو وما يعرفش، كيبدا يسلم ويحسب 34 بخير هذا كحلتها يسلموا، ولا هو كيسلم على الضيف ولا في الجهه اخرى كيقولوا دابا جديد على ما عرف شكون اللي جاب هذا، هذا جايب هذا جا ولا اخر شكون جابو، هذا عرفوا مفلس. الكريم لا، الكريم كيفرح الناس اللي جاو. وابراهيم الخليل، علاش الله سماه خليل؟ هو نبي الله، المفروض يكون نبي ورسول. هذه الكلمه خليل منين جات؟ لانه خليل الله، لانه كريم كيكرم الضيف. والله تعالى قال له يا ابراهيم اتحسب اني سميتك خليلي لانك نبي، وانما سميتك خليلي لانك تكرم الضيف. والامام علي يقول لك احب في هذه الدنيا ثلاث: الضرب بالسيف، والصيام في الصيف، واكرام الضيف. اذا كرمت الضيف ما خليتي ما درتي، والقران فيه هذا الشيء. سيدنا قال فلا اقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه، اعلى العقبات فك رقبه. فك رقبه ماشي العبيد، لا، هذيك اسمها عتق رقبه ما بقاتش. سيدنا ربي كيتكلم على المستقبل، عرف ما غاديش يبقى الناس يشريو كذا. فك رقبه هو انسان وحل شي حاجه مسكين مشى للحبس وهو كان مظلوم ماشي ظالم، وكيجمعوا الناس يفكوه ماشي ورطه، هذا كيسمى فك رقبه. كان مشرد وجماعتي فين تسكن، دخلتي كري، دخلتي هذا الشيء انا كنلمسو سمعتوا على الاخوه عليكم، على الاخوه المغاربه، وهذا الشيء اللي كيجريو فيه الاخوان كاملين الله يجازيهم بخير، عزيزه وهذا سمعتوا كيجريو في هذه الامور هذه فيها الخير. سي هشام تا هو من الناس اللي كيديروا هذا الشيء، الناس اللي كيجريو باش يجمعوا الشمل، هذا كيدخل فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه. اذا الكريم معروف. ودابا حنا فين مجموعين ماشي عند هذا الراجل، ايوا من يبان لك العربون المغاربه ملي كيشوفوا الضيف كيفرحوا وكيعطي الغالي والنفيس لانها فرحان. وكتعرفوا ان مجلس علم ساعه كيعدل العبادات 60 عام، و60 عام كيديها لك اللي كان سبب مع كل واحد كيربح معاه. شتي التجاره ديال بصح كي دايره، هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. التجاره ديال الله هي هذه. اول حاجه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، وقت الناس يتيما ذا مقربه يعني كتعرفوا، او مسكينا ذا مقربه، او انسان غريب. ها الناس اللي كيكونوا في الغربه في مكان معين، اي لو حلف شي حاجه، هذا الشيء كنلمسوه من الاخوان المغاربه، ملي كاين شي واحد كيكون كذا كيجمعوه، الا الا كان هو كيديرها خدمه. كاين الناس الله يهديهم اللي كيديرها حرفه، كيبين راسو ما عندوش هنا ولا هذا اللي ديما ما خدامش انا ابعد منه، هذا انا حريفي. قلب على الانسان اللي بقطع به الحبل وبغى الى وقفتيه كيوقف، وكاين اللي توقفو يطيح كيشتي الزلط راه ويراتي. انت ملي دير شويه جوج فرانك كيبداو العائله كاع يتشعبطوا في اللي يشدوك باقي ما طلعتي، يشدوك من السروال من الفيستا يخليك تطلع عريان، خليوها يوقف معايا. لا بالبو دار هذه قابلوك قابلوك حتى تولي مقدد بحال ما عندي فرق. ملي يشوفوك وليتي مقدد معاهم يصافي كلها ماشي يخليوك تطلع حتى من بعد الجبد هذا وشي لا، باقي كتشعبط يطيحوك. وهذه العقليه اللي كاينه عند بعض الناس الله يهديهم. او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. هذا هو اذا سخاء اليد من الامور المهمه اللي اعطاه الله السخاء بلا ما يسول، عارفه هذاك انت راك معاه. وسلامه القلب يظلمك شي حد ولا كذا، غير كدوز شويه وكتنسى. الانسان اللي شوف، الانسان اللي القلب ديالو سليم باش يعرفها النظره الاخرى، وانه ملي كيظلموا شي حد كيتقلق ويفيض هذاك النهار، الغد كيتمسح بحال ما عمرو كان شي حاجه، كيقول لك واش شفتك البارح وتشوف. وهذا كيتسمى سليم السريره. سليم السريره
كيسميو علماء البلاغه البيان الانسان سليم السريره ملي كيتوعد شي حد كينزل من فوق لتحت. توعد الاخيار تخفيف العذاب وتوعد الاشرار تصعيد العقاب. نبينوها بزاف مزيان. توعد الاخيار شو هذا قال لك بلاتي شنو واش غندير لك بلاتي دوك نهرسك دابا تشوف غادي وكينزل كيبرد. واللي كيكون قلبه كحل كيبدا من التحت ويطلع لفوق. غادي نهرسك غادي نشرب من دمك غادي نقتلك غادي ولا شافك مره اخرى ديما كيبقى حاقد. ولذلك سليمان ملي توعد الهدود اش قال؟ لو عذبنه عذابا شديدا ورقم 2 او لاذبحنه ورقم 3 او لياتيني بسلطان مبين. اذا غادي وكينزل غادي ينتف ليه الريش ولا نذبحو ولا غادي يجيب شي خبار. اما اللي كان قلبه كحل كيبدا من تحت ويطلع لفوق. اخوة يوسف تا هما لان ولاد نبي قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. قال قيل اقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطوا بعض السياره. يعني لوحوها حطوها في واحد المطموره ماشي الجب ماشي البير. البير بوحدو الناس كيغلطوا. الجب هي المطفيه فيها واحد 2 متر يعني فيها الماء. علاش قال هذا اللي تكلم هو يهوذا بن يعقوب ومن تما تسمى اسم اليهود لان هذا الراجل اللي ما بغاش يقتل يوسف الله طرح البركه في ولاده. كاع الانبياء خرجوا منه. علاش كنقولوا اليهود بنو اسرائيل؟ اسرائيل هو يعقوب وإيل باللغه الساميه هو الله. إيل ديك الهاء هي اللي زادوها العرب زاد في العربيه إله. وإل هو الاسم الجلاله وذكروا الله في القرآن مرتين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل هو الله فذيك الهاء زادت إله. حنا كنقولوا الله. الأين هو الأصل. فملي كنرجعوا حنا التنزيل كنلقاو كيعطينا بزاف د الحوايج. ملي قال سليمان اش قال؟ اخوة يوسف اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. وهما كلهم اولاد اسرائيل. إيل هو الله معنى اسرائيل اي المتلقي الوحي من إيل. والعكس ديالها عزرائيل. ملك الموت راه ما اسموش عزرين. عزرين بحال كتسبوا كتقول الرجل الخبيث المتلقي الشر من الله. اليهود كانوا كيسبوا ملك الموت كيقولوا عزرائيل. الله تعالى سماه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت. ويوم القيامه ملي غادي تقوم الامور كلها ترجع لبلاصتها الله تعالى كيقول من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقي عبدك الضعيف ملك الموت وبقي جبريل وميكائيل واسرافيل. فليموت جبريل كيمشي عند جبريل. عرفت شكون جبريل؟ عنده 600 جناح بين مفرق الجناحين كما بين المشرق والمغرب. يعني درب التبانه ندوي شويه في الفلك باش نقرب لكم المجره اللي كتعيش فيها المجموعه الشمسيه الارض والقمر ونبتون والمشتري وزحل وزهره. هذه المجموعه الشمسيه هي جزء من المجره. هذه المجموعه الشمسيه كتكمل الضوء كل دوره في المجره ديالنا درب التبانه في كل 200 مليون سنه ضوئيه عاد تكمل دوره والشمس تجري. هاد درب التبانه اللي هي المجره اللي كتعيش فيها الكره الارضيه فيها مئات الملايين ديال النجوم. الا بغيتي تحسب كل دقيقه 2000 نجم ما تكمل العدد ديال المجره على 2000 عام. هاد المجره هذه بالنسبه لجبريل كحبه رمل في بحر. يعني الا كبر جبريل خد الحجم ديالو كتبان ليه بحال شي حبه ما يشوفهاش. كيقول لي موت جبريل كيمشي يقبض روح جبريل فيصيح صيحه لو سمعها الناس لماتوا. ثم يعود من بقي ملك الموت بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقي عبدك الضعيف ملك الموت. يقول فليمت ميكائيل يمشي يقبض روح ميكائيل ورنا اسرافيل وكيرجع من بقي ملك الموت فيقول بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقي عبدك الضعيف فيقول مت يا ملك الموت فيقبض روحه بيده. ثم يصيح صيحه لو سمعها الثقلان لماتوا انس الجن. ثم يقول وعزتك وجلالك لو كنت أعلم أن سكرات الموت تتشدد علي مثل ما فعلت الآن ما شددت سكرات الموت أحد. من ضغط على ما كنتش عارف أن سكرات الموت كديرهم هذه الحالة. ثم يموت فعند ذلك يتجلى الله للأرض. هي الأرض كروية غتحول من كروية لرغيف غتولي بحال التبسيط. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وشكون غادي يحولها غير جوج الملائكه. هادشي كله كنقولوا من القران ماشي ديالنا حنا.
اذا دكات الارض دكا مالك غادي يحطها في الكف ويبدا يدك ويعجنها بحال كيعجن. حيت الارض هي عباره عن براكين متوهجه من تحت، لكن القشره اللي كنعيشوا فوق منها حنا راه 30 كيلومتر بحال البيضه، الا تهرست يطلع البراكين اللي الفوق راه. والا مشينا حنا اكثر من 4900 كيلومتر حتى النواه حتى الوشاح، كنلقاو واحد الوزن ثقيل، بحيث لا خدتي واحد الحبه قد الفوله من النواه الوزن ديالها 1200 طن. علاش الله قال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها هو هذاك الوزن اللي كاين مع الضغط اللي كاين على الارض، يشدها معنا غيدير كم وغيعطيها الاخر ويبدا يجبدوها. هذا معنى قوله تعالى واذا الارض مدت، كيمدوها كيسرحوها بحال ديك العجينه ملي كدير المسمن وبدات تكبر وغتبقى بحال الطبق الطائر. فعند ذلك يتجلى الله لها على الارض يقول انا الملك انا الجبار، اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين الذين اكلوا خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيب احد. يقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. تما الحساب غادي يكون عن الظلم. علاش الانسان الا قدرتي ما تظلمش ما كاين ما احسن منها. في هذا السفر اللي حنا مسافرين دابا راه سفر، كل واحد غادي يجري، كتجري وهاد الدنيا اللي غادا بهذه السرعه لان اسمها العاجله كتجري. كلا بل تحبون العاجله. الا قدر الانسان يحاول ما يظلمش ويبعد من حاجه فيها الظلم يكون ناجي، ولا قدر يسيطر على القلب ديالو ما كاين ما احسن منها. لان كاين جوج حوايج خصنا نعرفوها مزيان ما كتصوبش، هو سلامه القلب وسخاء اليد. اللي سخي الجود من الجدود ماشي من الموجود. عندك صحاب شي واحد اللي كان بخيل كيتحول يولي كريم ما يمكنش، وعمرك شي واحد كريم ولا كارم ما يمكنش. هذاك الشيء كيتولد من الجينات، الجوده من الجدود ماشي من الموجود. حاتم الطائي شي مره ملي مات خوه كان توم هو خوه ما كيكرمش، هو اللي كريم. قال لمو علاش ما نكرموش الناس الخيمه خوات وعندنا الخير؟ قالت لي لا ما تقدرش. علاش؟ قالت لي انت كنت بخيل منذ رضاعك، ملي كنتي كترضع كنتي واعر ما كتطلقش. قال لي اشرحي لي هذه. قالت لي كنت كنرضع ولدك اخوك في الزوله وانت في الزوله حاتم، ملي كتجي لي شي مره شي وليد نبغي نرضعو ملي كنقرب وحدك حتى كتردحو برجليك، وملي كنعطيه لخوك كيحديه بالزوله وهو صغير. دابا الدري الصغير قلت لي بابا عطيني هذه وقال لك هاك راه سخين. الا قلتي له وبدا يعوق عمرك ما شوف له شي حاجه. علاش تبدا تجبد هو يجبد؟ عمرك هذاك راسك من الاول لابد مسخور. كاين الصغار الكرش كتولد السباغ والدباغ يكونوا توالي، واحد كريم وواحد كارم وبجوج، ولا كيكون البو قاصح والولد كريم. حيت الجوده من الجدود ماشي من الوالدين كيقولوا المغاربه. هذا وارث الكرم من شي جهه، واللي عطاه الله الكرم ما خلى ما عطاه، واللي عطاه سخاء القلب ما خلى ما عطاه. هادو هما الابواب اللي كيدخلوا الانسان للجنه خصنا نعرفوها. اذا من هنا كنرجعوا للقران الكريم. القران الكريم هو صيفط سيدي ربي لنا. علاش نزلوا علينا؟ باش نعرفوا اللغه ديالو باش جا. الا حافظنا عليها فين ما مشيتي انت ما تخافش، سافرتي فين ما كنتي معك العلم معك القران، الهويه ديالك ديما موجوده معك، اسمك مسلم. يعني ملي كتقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني، يعني هو اللي خصو يتكلم في العلم يكون عارف اش كيقول، ماشي حمم نيفوك وكل حداد. تعرف اش كتقول؟ ادعو الى الله على بصيره. اللي بغى يتكلم في اي علم دابا يقدر شي واحد يقول انا طبيب هو ما عمره شاف طب، مهندس يقول انا كذا كذا. دابا شحال ديال الناس الله يهديهم كتلقاها والو وكيجي يتكلم في العلوم وكيبدا يدوي في المجال، والناس ملي كيجيو كيصحابوها بصح بحال داك اللي يلاه شم القفاري وسكر باقي كاع ما شرب عاشم معاهم دقل. كتلقاه كيبدا يقول الناس انا كنعرف، وهادو هما اللي كيضلوا عباد الله. لان ملي كيجي واحد جاهل ويبدا يعلم الناس اذا غادي يخرج على كل شيء. اذا حنا الا بغينا القران علاش بغينا نعلموا وليداتنا؟ اول حاجه يقراو القران هما صغار، والهويه ديالهم يحافظوا على اللسان ديالهم. انتم دابا كتشوفوا انتم في هذه البلاد دابا الناس الاسبان ما يدوش بشي لغه الا ديالو، واخا يعرف 5 اللغات كيحافظوا من حقه كيدوي بلغته باش تبقى. حنا العرب لا،
كنبغيو نمثلوا على بعضياتنا، خصنا ندويو بزاف د اللغات باش نبينوا حنا كنعرفوا. ولكن بالنسبه لك كيضحك عليك غير المسلم، كيقول هذا العربيه ديالو فين مشات؟ اذا نرجعوا ليها ونبداو لهم اذا نحفظوا على العربيه، حيت الا ما عرفناش عمرنا ما نعرف القران الكريم، مستحيل. كيفاش تعرف القران انت كدوي بلغه اخرى؟ اذا خصنا نتقاتلوا باش نرجعوا لكلام سيدي ربي. اذا عرفنا كل شيء. وخصكم تعرفوا على ان المعقدات ديال الدماغ اللي خلق الله فينا، هذا المخ اللي هو ما كيتصاوب ما كيتقاد، حاروا فيه العلماء كيبدلوا عمليه القلب، الرئتين، الفؤاد كله كيحيدوه ويردوه الا المخ. عمرك شي واحد بدل المخ؟ مستحيل. داروها القرض شويه ومات، ما سوقاتش. علاش؟ لان هذا الدماغ هذا فيه شي معقدات ما كيفوقش الشفره ديالها الا القران. سيدي ربي قال انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. علاش جا القران بالعربيه باللسان العربي؟ لانه هو اللي كيفك المعقده. والدري الصغير الا قرا القران كيولي كيطير في الرياضيات وفي الحساب وفي جميع العلوم. وما خبر الاندلس عنكم ببعيد. علماء الاندلس هما اللي بداو، هما اللي قالوا كرويات الارض قبل 1000 عام. قبل ما يقولها كوبرنيك وغاليليو ماجلان في القرون الوسطى، علماء العرب قالوها قبل. صوبوا النظاره قبل 700 عام. الماء ديال العين ولا عمليه العين داروها قبل 700 عام. الساعه صوبها العالم المعروف ومن قدموها الملك البرتغال هرب بسحابه سحريه. صوبوا الساعه هذا ما قال كنشوف تك 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 قبل 700 عام هو صوبوها. ولا هو علم الطيران، جميع العلوم صوبوها العرب اللي كانوا مرتبطين بالقران. والعالم اصلا لا يكون عالما حتى يكون مرتبطا بالاصل متصلا بالعصر. العالم خصو يكون مرتبط بالاصل، عنده الباجاج ومتصل بالعصر، كيعرف شنو اش كيقول. لانه من الحكمه ان تعرف ما تقول، وليس من الحكمه ان تقول كل ما تعرف. لان الكلام كالدواء، ان اقللت منه نفع وان اكثرت منه صدى. خصك تعرف اش تقول، ماشي تقول داكشي اللي حافظها بحال هكا. دابا من الطلبه ملي كيقراو القران صغار، علاش كنقول للطلبه؟ حيت كيكون طالب حفظ القران خصو باش يزيد العلم الاخر، يعرف علوم العربيه، ومن بعد ما يعرف علوم العربيه وتكون كيعرف علم اللسان، الجانب الادبي. الجانب الادبي كيدخل لعلم البلاغه باش يعرف اش يوصل للناس. اللي كنقولوا فلان بالغ، اشنو معنى بالغ؟ كيوصل لقلوب الناس في ساعه كيعرفوا اش قال. الا قالوا هذا السيد ما فهمناش اش قال، كلامه زوين ما فهمناش، اذا هو اللي ماشي بالغ. البالغ يقدر يكون ما قالش عارف الحرفه. الا مشيتي للجامع الفنا اليوم كتلقى الحلايقيه ما عمره قرا، ولكن كيجمع 400 500 ديال الناس كلشي حال فمه، وكيقلب الطاقيه يجمع الدراهم ورجع ثاني من الاول، وكيتكلم. واذا كان ما دورش معاه الشفار الاول كيقول لهم هزوا هاد اليد دايو، كيبداو صحابو كيبداو يقبقشوا الجيوب، ملي كيساليو كيقول قرقم ولا سوات الربع، وكيكمل ثاني وغادي ما واقفش. مراكش راك عارف هذا الشيء في الحلقه كانت قبل ما يوليو لا بريغاد توريستيك هذيك الساعه، دابا مابقاش داك الشيء صافي. فملي كنرجعوا حنا للقران الكريم شي حاجه مهمه. اذا انا ما بغيتش نبقى ندوي بزاف، بغيت نخلي الاخوان شي اسئله وشي حاجه من النساء والرجال ممكن نستافدوا اكثر، باش مابقاش انا اللي كتقول نتوما كتسمعوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كاين شي سؤال؟ ياك ما بغيت دي هذه؟ لا لا لا. شي سؤال عطيه هذه الحاجه، عطيه شي اسمها هذا الصوت. ادعيو مع هذا الرجل واحد الدعوه. الله يستر، ادعيو مع هذا، الله يبارك. هذا هو الرباح ديالنا. نبداو بالنساء. الاسئله. لا ما حضرتي باش حيت العيالات اللي تجمعوا على شي موضوع كيطلعوا بنتيجه في البلاصه. الرجاله كيتجمعوا عليه اليوم غدا 4 الجلسات عاد ممكن يطلعوا بشويه. السلام. نعرف واش السلام باليد على الرجال واش حرام ولا حلال؟ هذه اسمها المصافحه. شكرا.
غنضيفوا عليه واحده اخرى. المصافحه كاين دابا كيجي الناس كيلقاهم كيتغداو، واش كيقول لهم؟ لا سلام على طعام. لا، انت باك في الحرب يقول لا مصافحه على طعام، اما السلام كتقولهم فمك كتسلم، لا سلام على طعام غلط. شوف الانسان كل ما لقى ما هذاك مزيان، ولكن لكل مقام مقال. حنا في واحد الزمان في واحد الارضيه اليوم بزاف د الحوايج ما نقدروش نردوها بالزربه، حيت الا جيتي وبدات تحيد كل شيء ممكن تقدر انت والاخر وهذا يقدروا يوصلوا لواحد المكانه انه هو كل واحد والايمان ديالو. ولكن كاين واحد المساله خصنا نعرفوا، دابا كاين بعض المرات كتولي عدم المصافحه مصيبه كبيره، خاصه بعض المسؤولين بعض شي حاجه كبيره، المسؤوله كتمد يدها كيدير بحال هكا كيريب بزاف د الحوايج. ولذلك عمر بن الخطاب شي مره عبد الله بن حذافه كان شدوه هرقل ومعاه 100 ديال المسلمين، وهرقل قال لهم اجاب عبد الله بن حذافه هو القائد، قال لي شوف، قال لي الا قبلتي راسي غنطلقك او نعدمك ولا نقطع لك راسك اش بغيت. هو يقبض راس واحد كافر، قال لي تحنى لي وقبل لي راسي، قال لي ولكن شرط غتعتق دوك 100 ديال الجنود اللي معايا ديال المسلمين، الا عتقتيهم نقبل. فعبد الله بن حذافه قبل باس راس كسرى هرقل. وصلت لعمر بن الخطاب، جا عنده جاب الناس قال لي هذه المياه وقع، قال لهم على كل رجل ان يقبل راس ابن حذافه، كلكم نوضوا بوسوا لي راسه، لان هذيك القبله عتقت 100 ديال الناس. الا كانت المصيبه المصافحه غتجر شي مصيبه كبيره لا، ولا كان الانسان حيت كل واحد والايمان ديالو، حيت بعض المرات حنا كنوصلوا لواحد الجهه كنبغيو نطبقوا على كل شيء. كاين مازال اللي باقي سكران متمن وتقول ليه ما تسلمش على العيالات، هو بعدا ناقص حامل من شراب. كل واحد وعنده وقيت. الصحابه كانوا كيشربوا الخمر 18 عام، وكيقول لي بغينا كيقول لي يا رسول الله حنا ما كنشربوش الخمر حال، كيقول لي لا ماشي نحرم. التحريم كيجي تدرج تدريجي. انتم عمر بن الخطاب كيقول يا رسول الله حنا خصنا دابا نقطعوا، قال لي ماشي انت اللي غتقولها، باقي حنا الامه غاده باقي لا كنربيو بزاف د الحوايج. فاحنا ملي كنكونوا في مجال التربيه فغض الطرف انك من نمير لا كعبا بلغت ولا كلابا. يعني كاين شي امور ما خصكش تورك فيها باش تدوز الامور مزيانه، كدير تبن بين القلال باش ما يتهرسوش. الا بنادم شدد على الزيار مزيان غيخرج كلشي. ولادك في الدار اليوم ما تقدرش تحكم عليهم ذاك الحكم اللي واخا تكون انت نيت مالك في العباده، تقدر تحكم على ولادك. كتحدى شي واحد يراقب ولادو واش كيديروا في الدار. كاين شي امور مهمه دير، ولكن كنمشيو حنا بعدنا بزاف، تنرجعوا ليه بالتدرج غير بشويه. واحد طاح تهرس دير ليه القبص وتا يوقف، حنا كلنا مهرسين. اللي واقف راه قادر يتحرك، ولكن اللي ما واقفش سيروا باضعافكم، كنمشيو بشويه. اللي ضروري كاين شي ولا غير تسلم عليه مراه مولات العمل الى مدت يديه وما بغاش جري عليه، ها هو ضاع هو ولادو. اذا خصو يشوف هاد الشوفه ما يشوفش الشوفه الاخرى. اللي قادر بعضياتهم يديروا، ولكن حنا نديروها فيما، ولكن ملي كتكون على نطاق واسع كتكون ديما صعيبه. النوضه كامله. علاش؟ لان كاين شي امور خص اولويات دار هي الاولى. نوقفوا على رجلينا، حنا اخر الامم. الغرب استيقظوا لما نمنا وبلغوا الفضاء لما قمنا. اذا اللي قدرنا عليها نديروها مزيان، واللي يوصل الايمان ديالو يديرها الله يعاون مزيان هذو الاجر، واللي باقي بعيد خصو يجي يدير حوايج اخرى عاد يوصل تما. كاين اولويات مهمه خص الانسان يوصل لها. حيت حنا ملي كنجاوبوا تقول مثلا لا ما ديروش هذه، كتخرب كتكب الماء في الرمله، حتى واحد ما يسمع لك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم ملي جاو لقى قريش كيعبدوا الاصنام ما غيرش يلا حيدهم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هما كيعبدوا كيذبحوا الاصنام، ما قال لهم والو. قال لهم قولوا لا اله الا الله، صوب خدمها 13 عام لا اله الا الله، بدا هي الاولى شويه زيد ثاني هذه وهكذا. اذا الدين ديالنا دائما اللي وصل لشي حاجه الله يعاونه راه مزيانه، ولكن ما تقدرش تامر تقول ما ديروهاش هما ما قادرينش. مثلا انت دخلتي شي ريستو دابا في اوروبا وبغيتي تاكل اللحم، انت عندك يقين اذا دخلتي وانت براني دخلتي لشي دوله وكتاكل، الا جاب لك اللحم مثلا ستيك تقول واش ذبحتوه ولا بالضوء بالكهرباء ولا شنو؟ ما عندكش حق تسول. لا تسالوا شيء تبدا لكم تسوءكم. ولا قال لك لا هذا راه ماشي مذبوح
حرمتي عليك تقول اللي كياكل وحدك ما تقولهاش ليهم، ممنوع. ما خصكش تقولها للناس، لان الاصل في العادات الاباحه. قال لك كل لا تسال وصلي وسال كما كيقولوا ديالنا. ما تسولش حيت انت كتولي متنطع. الا كلتي وباقي ما عندك خبر ما تقولش انا راه عارف واش كيديروا. ما تدخلش في هذا الشيء، حيت الدين ديالنا جا وقال لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم. كاين اللي كيجي يقول لك انا سافرت كناكل على الحوت والفرماج، ماكل هذا العالم كله بركها في دارك كامل، ماكل التنقاص كله. زعما بغى يبين راه مؤمن، زعما الناس الصالحين كنمشي نشرب كناكل غير كذا. الا كنتي في شي دوله اللي ما كتامنش بالوجود ما تاكلش اللحم ديالهم واخا يذبحوه. الا كنتي في الصين في اليابان واخا يذبح قدامك الذبيحه ديالو ما تاكلش، هذه مساله مفروغ منها حيت ما كيامنش بالله. اما الا كنتي في الدول اللي كتعرف ان كاين واحد الخالق، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، هذا القران. علاش تقول لي باش ذبحتوه؟ ما تدخلش انت في النوايا ذبح ولا ما ذبحش. وخاصك تعرف حاجه، ان الاطباء ديال الغرب كيردوا على جمعيات الرفق بالحيوان، كتبوا عليهم وردوا عليهم واحد الرد كبير، قال لهم انتم كتقولوا المسلمين همج كيذبحوا ولاو ديك الذبيحه كتحرك وكتكرفص وكتهيمجوهم، راهم هما اللي عندهم الحق. قالوا علاش؟ قال خصكم تعرفوا ان جميع البكتيريا كتكون في الكرش ديال الحيوان، وهذه البكتيريا اللي محاطه بغطاء مخاطي، هذا الغطاء المخاطي اللي كيحبس البكتيريا في كرش الحيوان الامعاء ديالو محكمه من الدماغ. وملي كيجيو المسلمين اش كيديروا؟ كيذبحوا وما كيقطعوش الرقبه، ما كيكسروهاش، كيفري الاوداج وما يكسرش الرقبه. علاش؟ لا يزال المخ متصل بالنخاع الشوكي، خصو يوصل للقلب، كيتواصل مع القلب، والقلب هو الملك ديال الجوارح في الدم. فملي كيذبحوا المخ كيموت في 3 ثواني. ملي الحيوان ملي كيتحرك راه هو مات. علاش مات؟ لان المخ كيحتاج للدم مع الاكسجين في كل 3 ثواني. الا تقطع المخ مات. كيبقى اتصال ديال النخاع مع القلب، كيقول لي راه المخ في خطر. القلب كيصيفط للاوعيه المحيطيه كلها، كيصيفطوا الدم، كيقول لي ارسل، كيبان لك كيتجبد، كتخرج جميع الدماء حتى اذا صفي الجسم من الدماء كيموت المخ موت كامل، وكيفقد السيطره على الغشاء المخاطي، كيتحل، كتخرج البكتيريا ما كتلقاش الدم وكتموت بلاصتها. يعني من ثم لا، نتوما كتجيو كتضربوه اما بالضوء ولا باي حاجه كيموت المخ مباشره، وكيفقد السيطره على الغشاء، كتخرج البكتيريا كتقدم كتفاعل معاه. وكتشوف الغرب اللي كيكبروا بزاف كيكذبوا لي حالتهم من هذوك الدماء، حيت كياكلوا الجفاء كياكلوا كذا، كتلقاهم الجلد ديالهم كيولي في واحد الشكل خور. علاش؟ لان الدم اللي كيمخلط بديك مع اللحم كيخرج بزاف د الامراض الله اللي طالع بها. فالاطباء ردوا عليهم. اذا حنا اليوم اللي كنتكلموا على الذبيحه وحنا خرجنا من المصافحه، قلنا المصافحه موضوع اخر كتحتاج لتدرج ماشي ديما. الاكل ملي كنقول الذي اوتوا الكتاب حل لكم حتى يوم القيامه ماشي دابا. وانت انت فضول علاش كتقلب تمشي تقلب عليه باش كيذبحوا؟ ما سوقكش، ما خصكش تسول على هذا الشيء. انت ملي لا تقدم لك اللحم وبغيتي تاكل ما تقولش الا كانت خنزير وشي حاجه اخرى. اما اذا كان غير ستيك شي حاجه ديال ما تسولش. النهار اللي تسول الا قلتي يوم كيقول لك كذا حرمتي على راسك، عندك تمشيو عند فلان راه ماشي سوقك. حيت الاصل في العادات الاباحه والاصل في العبادات المنع. ما اي عباده تبغي ديرها حتى تسول عاد ديرها. الماكله لا، كل ما تسولش حتى يقولوا لك هذه كذا من جهه اخرى. اما انت ما عندكش حق باش ما تشددش على المخلوقات. حنا اليوم اش كنديروا؟ كنضيقوا في البلاصه اللي وسع فيها سيدي ربي، وكنوسعوا في البلاصه اللي هذه كاع بغات تحرموها، كنبغيو نوسعوا في كل شيء. والحاجه اللي سيدي ربي كيوسعها بحال تقصير الصلاه، بحال كذا شي حوايج اللي ساهله التيمم، لا خصك تيمم بالحجر، تهز معك حجره وغادي في الموقف تمسح. الا مسحتي على هذه الله قال فتيمموا صعيدا طيبا. اشنو الصعيد؟ اي حاجه خارجه من الارض حط عليها يدك ومسح. حتى شي واحد كان صلع ومسحتي لي فوق راسو ليس ولا هو جاي من السماء خارج من الارض. كتكون في الطياره بعضهم كتجي ما عندك لا مال تيمم، كتلقى الناس كلشي في الطائره كيتزاحموا وغادي ليكيليبر الطياره يمشي في بلاصتك. يا كاين البلاستيك، هذاك البلاستيك منين جا؟ ياك طلع من الارض صعيدا. كاين التيمم هو اصلا اش راه كتمسح غير قصد على وجهك ويديك وصلي في مكانك.
كاين شي امور وسع فيها سيدي ربي حنا كنضيقوا، واللي ضيقها الله في شي حاجه لا كنبغيو حنا نقلبوا منين نخرجوا. هذا هو، فهمتي الرساله؟ بزاف د الحوايج فيها. اعطيني السلام عليكم أستاذ. بغيت نسقسي على الناس المقبلين على الزواج، شنو النصيحة اللي تعطي بالنسبة للرجال والنساء في هذا الزمن هذا، ماشي الزمن شحال هذا. شكرا. الزواج قضيه اخرى ثاني. قال لي هذاك الصغير بغى يتزوج صاب الوقت عوج. الزواج حاجه اخرى ثاني. ودابا الزواج اللي كيبدا يقلب، دابا الشباب اللي كيبدا يبري هذه لا هذه عمرهم يطفروا. وكتلقى شي اوصاف كيوصف في المراه ما كايناش في جبريل عليه السلام. حافظ القران وكتصدقوا من الليل، والله دا جوج زغبات في وجهه وحل معاه. دايره كذا خصها دير كذا، وعاد تجي للجامع. دابا دوينا على هادشي، خصها تكون بيضاء وطويله وخذ ثلاجه وتهنى. عندو شي اوصاف ما كايناش في شي جهه اخرى. زواج الوالدين ما كاين ما احسن منه بعدا. شي الوالدين ديالك اللي قالوا لك تزوج كتكون فيه البركه. عمر والدين، الوالدين راه شفار، راه مش فرض عين. الا والديك قال لك اجي ولدي وباك وامك ونسولك على شي حاجه، غير تزوج وتوكل على الله. لان حتى الا وقعت شي حاجه راه بينما ملي كدير شرع يدك انت راه كتورط. وكاع الحاجه اللي كيصاوبها سيدي ربي كتجي كامله مكموله. كاين شي واحد كيتلافت مرا يقول لها والدي اللي جابوك ديال دابا كاين المراه اللي كتتلاقى مع الراجل ولكن الداخل ديالها، حيت الروح كتعلم بالانسان اللي مزيان واللي ما مزيانش، وتا هو هكا كيبزوا عليها شي حد. والداخل اول ما كتشوف بنادم كتعرفو مزيان، حيت حنا عندنا واحد العالم ديال الهاله في كل مخلوق. كتشوف بنادم تعرفو محبوب ولا ما محبوبش، كتقول دخل ليا الخاطري او لا هذا يا لطيف. ملي المراه كيبزوا عليها شي زواج وكتزوج بشي حد كتنوض شي مشكل، كتقول انا نهار الاول عرفتو مفلس، عرفتو بزوا عليا وصافي. كتبدا تبان شي حوايج. اللي مقبل على الزواج راه النبي صلى الله عليه وسلم عطانا واحد المساله سهله: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اللي الدين ديالو هو الاستقامه مزيانه زوج. شي وحده كانت سولتني هذه المره، قالت لي يلاه تخطبنا مع واحد السيد ولكن الريال اللي كيشدو كيطير، باقي ما بدينا. ملي قالت لي اش كدير؟ كتشد واحد 20,000 درهم تقريبا، ما يقارب 20,000 درهم اللي كتمشي. قال لي ماشي سوقه. قلت لي بعدي منه ما تدوريش به، هذا مفلس غتلقاي معاه مشاكل. الريال اللي جابو النهار يديه الليل، اذا هذا ولف على هذاك الشيء. بعدي منه. علاش؟ الراجل اللي كيكون بغى يجمع الشمل ويلم كيبدا من التحت، والمراه حتى هي ما تشترطش الراجل اللي يكون ما عطاش عنده، خصو يكون فيه كل شيء. راه الناس اللي كيبنيو كيطلعوا واللي كيبداو من الفوق كيطيحوا. اي واحد سولتيه اليوم عارف شي ملياردير كتقول لي باش بديتي؟ بدينا عارف واحد الزريبه، بدينا عارف بدينا كذا، وهذاك هو اللي كيبني الاساس. اما اللي كيبدا الا بدا هو كيشترط، ولا الزواج اللي كيكون فيه داك الشروط والمهر الكبير بلا قياس والشيبان على شيء، هذاك راه قال لي تزوجات في رمضان وجات في شعبان، والبلاصه كاين كلشي كيمشي. ولا تجو العكس، في شعبان جات في رمضان. علاش؟ لان الغلاء ودوك العراسات الفخري اللي فايتين القياس هادو كتصيبهم غير العين. كتخسر فلوسك وتا واحد ما يرضى بك، ومن بعد كتجي واحد العين، والعين حق. كيشوفوا هذاك المال اللي تخسر تما كيبدا مخصوبه وكادت العين وتسبق القدر. داكشي اللي غتخسروه بداك الشيء وغتصرفوه في جمعوه وديروا به شي بركه. انا شفت شي ناس، مشيت كنطلع للجبل المدارس ديال الجبال تما، لقيت طلعت عند واحد المدرسه في وريكه في الجبل. اش لقيت واحد الناس جاو تما كيختنوا ولدهم. ديك المدرسه فيها 170 يتيم من اليتامى. قلت له فقيه شنو؟ قال لي شتي هاد الناس هادو ملي بغى يتزوج هذا الولد بغى يزوجو باه جابوا لعندنا المدرسه، وداك العرس اللي غيخسروا على عباد الله يوكل به هاد اليتامى. جاب ضروبه وجاب داك، قال ما ياكلوا هاد اليتامى، غادي ندير العرس ونفرح وفرح هذوك الدراري. وداك الشيء اللي غيخسر شرا كسيوات دوك 170 يتيم وفرحهم. وثاني ملي ولدت المراه جا تما، وفي اي حاجه بغى يدير كيجيو تما باش نوكل عباد الله. ماشي الله ما ندير هذا اذا عصفورين بحجر. الناس كيعرفوا ملي كيدوز، هذا هو الاصل.
اما الزواج اليوم هو قسمه ونصيب. الانسان هاي يخمم يعني 100 تخميمه ولا ضربه بالمقص. فهمتيني مزيان؟ هذا هو الحق. اما اليوم ما كاين ما تعزلي زعما تقلبي تقول هذا مزيان ما هذا عاد تيسير ديال عاد سخرة الله. غادي يقول شي واحد صافي راه لا ابدا. الزواج سخرة الله يقدر يجيك مالك ويولي ابو لهب في البلاصه يتبدل. انتبه، الزواج قسمه ونصيب. حنا نقلبوا على الاسره الطيبه. الناس نقلبوا دائما الزواج. شوف لما الاسره اللي فيها الدين وفيها الاخلاق وفيها العرق مأصلة، خذ من الاصل دائما البركه. اما اللي اختي الزواق راه يمشي يطير هذيك الساعه. هذا هو الواجب. السلام عليكم استاذنا الفاضل. غير واحد السؤال دائما كنطرحوا المثال على عدم التبليغ ديالنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هل نحاسب كمهاجرين في عدم تبليغ أبجدية الدين ديالنا في عالم آخر؟ الله يجازيك بخير، سؤال مهم. التبليغ كينقسم عندنا لقسمين. تبليغ على المدى البعيد وهو الأخلاق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سيدي ربي الدعوة عطانا جوج مرات. الحكمة هي بالأفعال، كون مستقل، كون إنسان مزيان باش تقلبوا من قلبك. هذه وحدة. ثاني كنعرضوا عليهم في الأعياد اللي كنهنيهم ونهنيونا. ماشي شي واحد يقول لا ما تقولش لي مبروك هذا، لا انت وليد الدار بنضرب، لا. هو ياك هو كيصيفط كيقول لك مبروك العيد الأضحى مبروك هذا كاينه. واش دعا له هنيتي دخلتي في الدين ديالو؟ هو لا هناك بالعيد واش هو دخل في الدين ديالك؟ هذه من باب السماح ديال المسلمين وغيرهم، من باب المعاشره. راه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قريش كيديروا شي مناسبه هو مضارب معهم وكيمشي عندهم وكيحضر المناسبات ديالهم. هما كاع اعداء ديالو ما كيحملوش، ولكن كيحضر. من دعي الى وليمه فليجب. يعني اللي دعا شي واحد شي مناسبه يجلس فان ابى فقد عصى الله ورسوله. يعلم الامه. اليوم حنا كنعلموهم وبداك الاخلاق ديالنا الا قلتي الكلمه كيكون عندها وقع. ماشي يكون الافعال ديالك شكل والتشكل. انت ديما مضارب معاه وتجي تقول له شوف خصك تدخل الاسلام خصك هذا، يقول لك انت بعدا ماشي مسلم، كيفاش غندخل انا هذا الدين؟ اذا ندعو بالاخلاق هي الاولى. والا حنا امه الدعوه امه التبليغ. امه الدعوه بالاخلاق، بالاستقامه، بالمعقول وبالصدق. وما كاين ما كبر من الصدق. مازال المعقول شويه حيدوا من الطريق. المعقول حيت ما تعاقل عليه الناس. يقدر يكون غلط وقالوا هذا معقول. فرعون اللي جا موسى كان المعقول ديال الفراعنه هذاك الوقت هو عباده. قالوا دعوني اقتل موسى وليدعو ربه. قالوا لي علاش؟ اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد. ولا موسى هو المفسد بالنسبه لهم، لان المعقول عندهم اللي كيدور هو الفساد. اذا كنحتاج لهم الصدق، الشيء اللي عندنا الصدق كل شيء يقرب لنا. نعطيه الزكاه ديالك عطيها غير المسلم. يقول لي شي بركه ولا نخلص ليه الكرا عنده ما قدرش يخلص ولا عنده شي مشكل، وقف معاه ولقاك انت الاول. ملي كديرها كنقول راه الله تعالى كيامرنا باش نعطيكم من الزكاه. اذا ها هي ما نوصلوا نقولوا يا جا فلان حتى نكونوا حنا بعدا احسن منه في الاخلاق. اما الا كنا عاوجين كاع ما ندوي اسكت. الا كنتي تعوج تقول شحال ما بغى ياخذ مثلا كيبغي يتزوج اجنبيه اسبانيه فرنسيه، كتقول لي علمني هذا الدين. ملي كتقرا كتقول لي انت كافر بعدا ماشي مسلم. هذا الشيء اللي تعلمت ليه ما كاينش فيك بنقص منك. اذا ما نوصلوا للدعوه. الا بغيتي تشهز فيه كتكون على قدو. وان حملت رايه الامر فكن كجعفر او دع ولا تستبقي. اما كن كجعفر الصادق ولا ارجع له. اما احنا امه الدعوه خصنا نبلغوا هادشي اللي نقدر نعلم، ولكن بالتي هي احسن. وعباد الله رجلنا ذاك زينتين لطيف. كنشوف الكيسان بيزيد نصب جاي عندي كيدوز هادي. والشيخ انا كانت غادي كيجيبوا لها باش تحل. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي عبد الواحد. الناس اللي مقبلين على
يوليو عندهم اطفال على على يكونوا اباء ان شاء الله. بغيت نقولها بالدارجه مقاده. بغيت نعرف كيفاش نربي ولدي ان شاء الله من هنا لقدام. ولدتي ولا باقي؟ باقي كسكس علمنا في الدومه باقي ما كاينش. بغيت نعرف كيفاش نربي ولدي ان شاء الله. سير معنا. الناس المقبلين اللي يكونوا اباء ان شاء الله. بغيت نعرف الطريقه ديال التربيه في هذه البلاد هذه اللي كتكون. لا ما تسولها، نقول حاجه اخرى. كيفاش ربوك والدي؟ طريقه حسنه هي اللي غدير، ما تسولها حتى واحد. وكيقول الفتوى ديالو، وكاين بعض بزاف ديال الحوايج اللي كتغلط الشباب ديالنا ملي كيمشيو يسولوا شي فقيه مثلا ما كيكونش في المستوى، وكيعطيه شي تفسيرات ربما انه تقدر تاثر عليه حتى في الدين ديالو وتاثر عليه حتى في الحياه ديالو المستقبليه. واحد المسألة ذكرتيها مزيان، قلتي يسولوا شي فقيه. دابا حنا عندنا الاستقراء، عندنا الناس 4 باش تعرفوا مزيان. ركزوا معايا، هذا الصوت ديال العصافير زوين، ركزوا معايا مزيان. كاين عندنا القارئ، كاين طالب العلم هو الاول طالب، وكاين العالم، وكاين الفقيه، وكاين الفاهم. طالب العلم القارئ هو اللي حافظ القرآن، إلا عرف العلوم وهذا كيولي عالم بهذاك الشيء. إلا ولا كيعرف كيفاش يوصل للمكلفين ويتعامل، وصل درجات الفقه. الفقه راه مسألة عالية. اليوم كاين الناس كيسميوه الفقيه، هذاك اللي كيسبب، هذاك مشعوذ سحار، ما عنده علاقة بهذا الشيء. الفقيه الفقه كنقولوا الإمام مالك فقيه، الإمام أحمد، العلماء الكبار فقهاء. كاين الدرجة اللي كبر هذا الشيء هو اللي فاهم. الفهم هو زبدة الفقه. إذا فهم الإنسان، والفهم ذكر الله مرة واحدة ففهمناها سليمان. إذا الفهم هي الدرجة العليا نفس الإنسان يعرفها. إذا عندنا العالم بعد القارئ، ثم الفقيه، ثم اللي كيفهم. والفهم أعلى الدرجات اللي تصنع. إذا عندنا الفهم عندنا كل شيء. كيقول شي واحد خلينا غير نتفاهموا. شي واحد مشى عند شي فقيه شي عالم قال لي بغيت نولي نفهم، قال لي سلق واحد 10 البيضات وجيبهم غتولي تفهم، عرفوا مفضي. مشى سلق الفقيه دار قبو هذاك ينقي، ملي كانت الساعه ديال الفقيه واقيلا كتاكل البيض، قال وليتي تفهم نوض قاعد عاد عرف بو عمرو ما يطفروا. هيك الفهم كيجي من السماء، ذكر الله مره واحده في القران ففهمناها سليمان. انت الا معاك الناس اللي الاطروج اللي داير قلت لي كان كيفهم فهمنيتي، ولا ما كانش كيفهموا مصيبه. المفاهمه هي اعلى درجه، والفهم هو اعلى درجه. اذا حنا ملي كنجيو كنتكلموا، ملي كنبغيو نسولوا المتخصص صاحب الاختصاص. ما تسولش واحد من هبه ودب. واليوم اللي كينتشروا ولا كيبغيو يعلموا الناس وهما خاويين، كتكون مصيبه كبيره. اذا ما يمكنش واحد يقول انا طبيب يكذب يلبس بلوزه بيضاء غادي يتورط. اللي قال مهندس ما يمكنش. لكن ملي كيجي علوم الدين على اللي جا كيجيو جوج كلمات كيولي كيدوي مع الناس، وملي كيصفقوا لي دوك اللي دايرين ديال الاميين كيصحابوا. العلم صعب وطويل سلم، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم، يريد أن يعربه فيعجمه، زلت به إلى الحضيض قدمه. هذا قال في الشعر حتى في العلم. إذا الله تعالى قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هو العالم اللي يحول العمل العلم ديالو الفعل كيعمل به. ولا يعني هذا هو ما قالش أهل العلم، أهل الذكر. الذكر شكون؟ هو العالم المجرب اللي جرب. كاين اللي كيعرف العلوم وما عندوش تجربه يورط عباد الله. خصو يكون صاحب تجربه، بعد العلم يكون صاحب تجربه. هذا هو اللي تسولو، وغادي يقول لك هذه ما ديرهاش، لا شد رجليك، ها اللي كاين. هذه الامور خصنا نعرف. واضح واضح كذا. اجتهاد الراس ما شفتش. هذيك واضحه قلتي لا ما كنتي معايا. لا كاين شي. بارك الله فيك دكتور حبيب على النصائح الطيبه والمحاضره الطيبه، بارك الله فيك. سؤالي كيف نحافظ على الهويه الاسلاميه لاولادنا في هذا البلد، خاصه ان بعض اولادنا او كثير من اولادنا يكرهون اللغه العربيه ولا ينتمون الى الارض التي يعيشون فيها. بارك الله فيك. المحافظه على الهويه اللي بدينا بها في الاول، كاين جوج الحوايج اللي خصنا نعرفوها. حب الوطن من الايمان رقم واحد. حب الاوطان من الايمان، وهذا جا فيه اثر. هذا الوطن اللي خرجتي منه انت مسلم كيتقرا القران. المرحوم الحسن الثاني رحمه الله اش قال لك اللي ما دخلش ولده للمسجد والله ما يدخل ما يقرب.
وانا غنبدا بولادي. يعني ملي كتبدا كتدخل وليدات كيسمعوا القران حاجه ما كتضرهم، كيبداو يقراو، كتولي الدري الا بدا يقرا القران كتولي عنده في دماغه 50,000 كلمه. الا دخلتي لها ميسيون عنده 50 كلمه، 50,000 كلمه كتولي كتدور في الدماغ ديال دري صغير. اذا هذا ما تخافش منه، لان عمرتيه بالمعقول، عمرتيه بالحق، عمرتيه بالصدق، عمرتيه بالامانه والايمان. اذا في القران انا جعلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون. هذه كيرجع للمجهود ديال الوالدين. وليداتنا حنا اليوم هذا الزمان راه صعيب، ما يقولش لك شي واحد واخا يكون في مكه الشبكه العنكبوتيه اليوم ولدك ما تقدرش تحكم عليه الا هدايه من الله. كيشد التليفون يدخل البيت يسد عليه تقدر تحكمه، الا تبقى التربيه المؤصله مهمه بزاف. الى خصكم تعرفوا حاجه، الإلبير الأندلسي كان ولده ما صلاش غير واحد ركعتين الضحى، ركعتين الضحى، ويشدو جلسوا قدامه وقال له قصيدة فيها 100 بيت، غير على زقل شي حاجة ما كيخليهش. من ضمنها قال له تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، أنا يا صاحي أنت أريد أنت، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما في حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. فعلم مهم، هو العضب المهند السيف ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه للصان، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، ويجلو ما بعين